منين كتشد هاد الجوج وكتزوميهم كيعطوك هاد الجوج. وهاد الجوج شنو الفرق بيناتهم؟ الفرق بيناتهم هو المعدل ديال النضج، فالصفراء اقل نضجا من الحمراء، هادي كتكون فيها اقل سكريات من هادي، وهادي فيها لا فيتامين ا اكثر من هادي، وبالتالي الا بغينا ناكلوهم خصنا ناكلوهم بجوج. الفلفله عامه اللي كتليق فيها مضادات اكسده جيده جدا اللي كتقوي لي المناعه ومزيانه للصحه الجلديه ومزيانه للانتاج ديال الكولاجين. الفيتامين سي واللي كاروتينويد اللي هما بجوجهم عندهم علاقه كبيره وزوينه مع الصحه الجلديه ومع تقويه المناعه، ولكن باش نستافد منهم اكثر خصني ضروري ناكلهم خضرين. كيفاش ناكلهم خضرين؟ نقدر نديرهم عصير، نقدر نديرهم سلاد، ولكن الا طيبتهم شويتهم ولا طيبتهم كتنقص منهم لا فيتامين او لا فيتامين سي، لكن تيبقاو واخا هكاك تيفيدوني. وهادو الخاصيه ديالهم هو انهم تيدراتيو لو كور، تيعطيوه الماء حيت فيهم نسبه مهمه ديال الماء. وعاد واحد القضيه مهمه بالنسبه للناس اللي بغاو يديروا واحد الحميه غذائيه اللي كتنقص من الوزن، فهادو كيتسموا نيترين دنس، ما فيهمش سعرات حراريه بزاف، وفيهم نسبه مهمه ديال لا فيتامين سي، وفيهم نسبه مهمه ديال لا فيتامين ا. واشنو بلان ديال هاد الفلفله اللي كيكونوا عندها رويسات بزاف وفلفله تيكونوا الرويسات ديالها قلال؟ الفرق هو انه عنده علاقه بالزهره والانتاج ديالها والجينات ديالها. بارطاج لي المعلومه مع صحابك وخذ الفلفل هاد اليامات، مصدر ديال فيتامين سي، مصدر ديال فيتامين ا، تقوي المناعه. كيعورب ديروا شويه لي جيم دير شويه لي جيم. ولا عجبك المحتوى دير فولو، ما عمرني قلتها.